اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. النهاردة هنعمل مشروب حلو قوي، مشروب هيفيدك، يعتبر أحسن مشروب في العالم لإذابة دهون الكرش وإنقاص الوزن. الليمون بالجنزبيل أو الليمون بالزنجبيل زي ما انتوا بتقولوا. الليمون له أثر كبير جدا. بالجنزبيل بيساعد على امتلاء المعدة، بيسد الشهية عندك وبيحسسك ان انتي شبعانة مش جعانة. انا هنا حطيت في المج 2 باكت جنزبيل بالليمون. بس زي ما انتوا شايفين كده انا قطعت الورقة اللي في الطرف. ليه؟ اوعي الورقة دي تنزل في المية السخنة لانها مش كويسة، لازم تقطعيها قبل ما تحطي، ربما الفتلة تنزل ولا حاجة فنبقى ايه شلناها زي ما احنا شايفين كده. لو عندك جنزبيل فريش ممكن تبشري في مبشرة كده بس تكون الفتحات بتاعها ناعمة جدا، بتحطيها برضو في المج، بتعصري عليها ليمونة وبتنزلي بكمية المية اللي انتي عاوزاها. انا هنا حطيته الجنزبيل بالليمون، حطيته في المج ونزلت عليه بالمية. هعمل ايه بقى بعد كده؟ مش هشربه وهو سخن، اوعي تشربي اي حاجة سخنة، بتسيبيه لما يبقى فاتر بعد 10 دقايق يكون خمر وشرب اللون بتاع الجنزبيل بالليمون زي ما احنا شايفين كده. شايفين لونه ازاي؟ بعد كده لما يبقى فاتر بتشربيه. واظبي على المشروب ده يوميا مرتين، لو عايزة 3 مرات مفيش مشكلة، ممكن برضو 3 مرات. بس انا ماشية عليه مرتين، مرة قبل الفطار على الريق بقوم اشربه، وبعد كده بقعد ساعة وبعد كده بفطر، وقبل النوم بشرب لي برضو مج جنزبيل بالليمون. على فكرة بعيدا عن التخسيس كمان فوائده جميلة جدا جدا. كنت عنده دكتور بطنة فلقيته بيقول للنيرس اللي عنده هاتيلي جنزبيل بالليمون، فبسأله قال لي المشروب ده حلو قوي قوي للمعدة والعسر الهضم وللحموضة وللغثيان، وغير كده وكده بيقول لي بيشيل نزلات البرد. فكان دايما الدكتور يقول لي دايما تهتمي بيه، حتى يعني بيقول لي في الشتاء بتبقى نزلات البرد كتيره، حاولي ان انت تشربيه ولو مج كل يوم. وده يعني مش كلام انا بقوله، دي حقيقه علميه. طبعا الجنزبيل كلنا عارفين فوائده. بيساعد يعني بيحسسك ان المعده ملانه، بيخلصك من الدهون اللي بتبقى في جسمك، في الارداف، في البطن، في الخصر. وده يعتبر احسن مشروب سحري. حاولي تشربيه قبل الفطار وقبل النوم، هينزلك في الاسبوع 2 كيلو. وصفة حلوة قوي قوي وجبارة وبتحرق الدهون وتوصلك ل2 كيلو في الاسبوع. ولو عاوزة تشربيه اكتر من مرتين ده حاجة ترجعلك. برضو مضاد للالتهابات، بيعالج عسر الهضم، حموضة المعدة. من اكتر المشروبات اللي بتساعد على حرق الدهون هو الجنزبيل بالليمون، بيقلل من الغثيان والدوخة. مسكن قوي جدا جدا. ممكن برضو تحطيه في التوابل، بيبقى حلوة قوي، بيدي للاكل مذاق وطعم مختلف. ممكن تستعمليه في التوابل يوميا لو انت مش بتشربيه، بس بيخسس بطريقة هايلة جدا جدا جدا، مع طبعا نظام غذائي بتعمليه لنفسك، يعني تبعدي عن النشويات، عن السكريات، عن الدهون. مع شرب مية كتير هتلاقي نتيجة سريعة وفورية ونتيجة حلوة قوي قوي. ده غير ان هو بينظف الكلى، بيحسن من صحة البشرة، وبيخلصك من الريحة الكريهة اللي بتبقى في الفم. الليمون ده يعني الليمون ده لو في اي ريحة كريهة في الفم بيشيلها. بيساعد على حرق الدهون، بيقوي الجهاز المناعي. فحاولوا ان انتوا تشربوه، حلو قوي، مشروب حلو جدا جدا. وكمان مضاد للأكسدة وبيقلل من التهابات الجسم، وفوائده كتيرة جدا جدا. وبيساعد على إنقاذ الوزن بطريقة سريعة. بيخفض الأنسولين المزمن، بيخفض السكر التراكمي، بيمنع ارتفاع السكر ومضاعفاته.
ولو عندك جنزبيل بودر اللي هو اللي بيجي من عند العطار ده مفيش مشكلة، فريش برضو مفيش مشكلة، باكت التلاتة نفس النتيجة، حلوين قوي، جربيها هيعجبك. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل اشعار.